مرحبا مرحبا. اليوم قانون الجذب والحب. شنو التشابه بين قانون الجذب وقانون الحب؟ عرفنا أنه قانون الجذب هو أن كل ما تفكر فيه فهو حاصل في المستقبل لا محالة، يعني أنت فكر بشي راح يصير. قانون الحب يشبه قانون الجذب كثيرا. أنت تفكر بمن تريد، كيف تحصل على حبيبك، تفكر به كثيرا. لو فرضنا أنه موجود يعني حاليا، لكن هناك تباعدا حدث بينكم، هناك خصاما، هناك زعلا، هناك سفرا، فأنت تفكر فيه كثيرا في اليوم 20 مرة، خلينا نقول تفكر به كثيرا، وسيكون هناك تخاطر بينكم، وستكون هناك ذبذبات وترددات تذهب إلى الحبيب، سوف يتصل بك أكيدا. هذا إذا كان الحبيب موجود. إذا كان غير موجود وأنت تطلب الحبيب وأنت تنتظر أن يكون لديك حبيب ولم تحصل عليه طيلة الفترة السابقة، كيف يمكن الحصول على الحبيب بقانون الجذب؟ أولا، تكتب اسم الحبيب إذا كان اسم معين، أو إذا كان صفات معينة لديك، يعني خلينا نقول مثل فارس الأحلام، تكتبين الصفات مالته، مثلا طويل، شعره طويل، عيونه سوداء، أنيق، يعني هاي الصفات اللي تحبينها، وترددينها يوميا خصوصا قبل النوم. ترددينها يوميا قبل النوم، وأول دقائق حين تنهضين، وتكتبينها في لوحة أمامك. تكررين هذه الحالة لمدة 21 يوما، وأنا أضمن لك أنك ستجدين هذا الشخص وتتعرفين عليه وتتحقق رغبتك في إيجاد الحبيب. هذا هو بمختصر مفيد قانون الجذب وقانون الحب. أسأل الله أن يعطيكم ما تتمنون من حب وحبيب وسعادة، وفي مال الله، سفير السعادة.